السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض وصفتنا اليوم هي البانكيك. أولا كده نصلي على الرسول زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنعمل البانكيك زي ما انتم شايفينه بالطريقة بتاعت دي. في ناس بتعمله بيكون سمكه أكتر من كده، وفي ناس بتكون أرق من كده. فطبعا أنا هقولك على تكات ازاي تخليه سميك وازاي تخليه بالسمك اللي انا عاملاه وازاي تخليه ارق من كده. بس تابع معايا الفيديو للنهاية. هنبدأ كده بمكونات الوصفة بتاعتنا. عبارة عن هي الوصفة سهلة وبسيطة جدا. كوب من الحليب، كوب من الدقيق، وواحد بيضة. يعني واحد واحد واحد. ومع البيضة طبعا لازم يكون معانا كيس من الفانيليا، طبعا فانيليا سايلة أو أكياس عادي. ومعانا هنا كمان معلقة من العسل الأبيض. دي طبعا بتدي تيست حلو جدا، وممكن نقول إن هي إيه اختيارية، يعني مش لازم أوي بس اللي حابب يعني أو اللي عنده. وبنحط طبعا رشة ملح بسيطة في الدقيق. بناخد كل المكونات دي ونخلطها، وما ننساش طبعا نص معلقة من البيكنج باودر بنحطها مع الدقيق. ونبدأ كده نضرب الحاجات دي مع بعضيها لحد ما نحصل على القوام اللي انتوا شفتوه. طاسة على النار بتكون طبعا ما بتلزقش معايا، وابدأ انزل بالبانكيك بتاعي. طيب احنا دلوقتي لو انا عايزاها اللي هي بيبقى سمكها تخين قوي يعني شويه كده وبرضه بتبقى مستويه وحلوه، هنزود حوالي معلقتين او 3 معالق فوق كوبايه الدقيق. طب لو انا عايزاها ارق من كده هنقص بقى معلقتين او 3 من الدقيق، فهتديني النتيجه اللي انا ايه عايزاه. زي ما انتم شايفين كده بتاخد معايا على النار من دقيقة ونص لدقيقتين، مش أكتر من كده. أول ما تبدأ تعمل الفقاقيع أو البابلز اللي انتم شايفينها دي، بتبدأ خلاص كده بعرف إن هي استوت من تحت فبقلبها. وخلاص على كده ببدأ أعمل المقدار كله لحد ما خلاص. المقدار اللي مع المقدار اللي معانا ده بيعمل حوالي أو بيكفي من 3 ل4 أفراد. لو انت حابة تضاعف الكمية فهتعملي كوبايتين من الحليب وكوبايتين من الدقيق، او انك انت حابه تعمليها مثلا على قد فرد واحد او فرد او فردين، بتقللي او بتخلي هي نص الكوبايه دقيق ونص الكوبايه حليب. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده البانكيك طالع بسم الله ما شاء الله، لونه حلو جدا، لونه تحفه قوي. لو زي ما قلت لك، لو انت عايزه تخلي سمك اكتر من كده بتزودي الطحين، لو مش عايزه خلاص هو كده حلو قوي بالنسبه لي، بيبقى وسط. ببدا بعد كده مرحله التزيين. طبعا مرحله التزيين دي بترجع لكل واحد او لكل واحده. طيب انا هنا هزينها بعسل اللي كان متوفر عندي في البيت، عسل او مربى او شوكولاته المتوفر عندك بتبداي تزيني بيه. دي كل الكميه اللي طلعت من كوبايه الدقيق وكوبايه الحليب. هبدا بعد كده ازينها. انا زي ما قلت لكم كده هزين بالعسل، ممكن احط عليها عسل كده او عسل ابيض او عسل اسود، او هجيب كل اتنين بينهم وبين بعض زي ما انتم شايفين كده، وهحط وسطيهم عسل او شوكولاته، ويكون شوكولاته افضل طبعا لان معظم اطفالنا بيحبوا الشوكولاته جدا. طبعا دي بترجع لك انتي. وزي ما قلت لكم كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله كميه حلوه جدا. ولحد هنا الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.